أمجدها ونحيي ماضيها. صحيح رح ندي، لو بنحب صحيح رح ندي. خلي يا صاحبي بيدك يدي، يصحى الفجر بكل وديها. تيجي نبنيها نعيد أمجدها ونحيي ماضيها. نحكيها لبكرة حكاية، تيجي نحكيها تبقى حياتنا ليها بداية، تبقى حياتنا ليها بداية. فيها الحب وسيلة وغاية، الله معانا هو حميها. تيجي نبنيها تيجي نبنيها تيجي نبنيها، تيجي نبنيها. مين يبنيها غيرنا بنيها، من يبنيها غيرنا بنيها. لو بدمانا رح نرويها، لو بالروح ما تعز عليها. تيجي نبنيها تيجي نبنيها، نعيد أمجدها ونحيي ماضيها. مين يبنيها غيرنا بنيها، لو بدمانا رح نرويها، لو بالروح نتعز عليها. نعيد أمجدها ونحيي ماضيها. تيجي نهديها اللون الوردي، لو بنحب صحيح رح ندي، لو بنحب صحيح رح ندي. خلي يا صاحبي بيدك يدي، يصحى الفجر بكل وديها. السلام عليكم. تعرف بيك؟ دورك ايه النهارده يا استاذ ايمن؟ حضرتك شايف كده بنكتب ايه الشعار اللي بتكتبوه ده بقى؟ يعني عشان النظافه مش هنعمل حاجه في الشارع تاني نطور يعني نفسنا ونحاول نحافظ على المكان. تفتكر بقى يعني يا استاذ ايمن قد ايه هيأثر الكلام ده في الناس والتجميل ده؟ انت عندك امل كبير انه يأثر في الناس؟ لازم يكون في امل، ما هو بدايه دايما زي ما انت شايف صغير. تيجي نحكيها لبكرة حكاية، تبقى حياتنا ليها بداية، تبقى حياتنا ليها بداية. فيها الحب وسيلة
نعز عليها، نيجي نبنيها نعيد أمجادها ونحيي ماضيها، يبنيها غيرنا بنيها. الشيخ محمود اهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه بقى شعورك وانت واقف وسط ولادك واخواتك واحفادك والله يا والناس شايف الحلوه بكرة احسن ان شاء الله بيكم، وربنا دايما يعني يجعل كده الخير كله على ايديكم باذن الله. حاسس بايه؟ حاسس ان شاء الله تعالى ان في امل كبير، وان احنا مقبلين على مرحله جميله جدا، وان شاء الله مصر تاخد مكانتها وتبقى من احسن دول العالم.